البار الثاني تم الضرب لمدة نص ساعة كما وعدت الجميع. أخونا أبو ماجد، أخونا سراج، أخونا قناص، أخونا نوبار قصي. هاي رسالة لكل كلب في إدارة يلا زي ما بتشوفوا. نعم صحيح، ضرب السيرفر كامل. أخوكم عبد الفقير فادزيلا فلسطين، بنلف الرومات وبنحكي لهم هذا الإشي عشان الناس كلها تكون عارفة بأنه إحنا موجودين. وإنت يا بعض الخزات، مع إني حرام إني أشهرهم وأطلع أسمائهم، الناس الزبالة زي هاد صياد الخط الأسود اللي بقول لك محمود سيكوال هو اسم مغني ولا اسم هاكر، روح تعلم كلمة SQL يا جحش وافهم معناها وافهم شو هي. هذا إنسان ديروا بالكم منه، بقعد معاكم بفاعل شرات وإشي كذاب غدار، بيشتغل مع واحد كلب إله أسهم بالشركة اسمه GMK جاسم محمد الكواري من قطر. عبارة عن إنسان فكروه داعم، ولكنه عشان بمشي شغل في قطر ليلا لايف إله أسهم فيها، ممكن دافع له مبلغ. هذا الكلب هذا هدفه إنه يعرف كل الثغرات اللي بتصير في يلا لايف، فرامي كلب زي صياد من إربد هذا الخط الأسود. فهمت للجميع هذا الكلام؟ يعني فهمتوا علي بإخوان؟ إنه هذا البني آدم لا تأمنوا له أبدا. ناس زي هيك زبالة ما بتأمن لها رجاء. يعني جابوا لي ناس ومبرمجين وسوبر آدمن يمسكوني إني كيف ببند حسابات أو إشي، فعشي فاضي ريحوا حالكم. يعني لا، يعني unknown request كلياتها اللي بشتغلوا، وبحاول أعمل كلاود إنه ما يعرفوش شو بشتغل أنا. وزبالة زيك يا صياد وغيره والله ما بتيجي بعيني. المهم بيعرفوا جزء تبنت بلاوي حسابات. نشوف شو بصير بالرومات، يتم التحميل طبعا. طيب احنا راح ندفعهم. تم ضرب الرومات أجمع. على ما أعتقد هاي رسالة قوية ليلا، صح ولا لا؟ بننهي هذا الشيء وبنحكي هجمة قوية جدا جدا كانت، وإهداء كبير والله لإخواننا حبايبنا جميعا والله بدون استثناء. الله يخليكم جميعا، أحلى شباب، يعطيكم العافية.